زي ما وعدناكم. ومعايا 2 النهارده يمكن أول مرة يظهروا في قناة الهرم المصري نيوز. 2 من المجتهدات، 2 من اللي هم البارعين في العمل الخدمي عن طريق الجمعيات الخيرية، وليهم باع طويل في العمل الخدمي. الأستاذة إيمي يوسف، الأستاذة ياسمين جمال، أهلا بيكم. وطبعا برضه عشان نعرفكم، هم دلوقتي بيتدربوا في جريدة الهرم المصري نيوز وفي الأكاديمية الدولية للعلوم والدراسات، وبأمر الله ياخدوا شهادة من الأكاديمية، وباجتهادهم إن شاء الله برضو يوصلوا للي هم عايزينه في الجريدة. وإحنا عندنا في الجريدة يعني مستبشرين فيهم خير، وعارفين إن هم بأمر الله هيكون ليهم باع طويل في عالم الإعلام وعالم الميديا، لأن هم مجتهدات وبيحاولوا إن هم يسعوا جاهدات إن هم يتفاعلوا مع العمل الخدمي والعمل الإنساني، ودي حاجة لفتة طيبة جدا. يا ريت كل الناس تحذو حذوهم. وأسيب بقى أنا قدمتهم، وأسيب الكلام للأستاذة ياسمين جمال، لأن هي عايزة تقول كلمتين برضه. اتفضلي يا أستاذة ياسمين. أولا شكرا جدا يا أستاذ مجدي على التقديمة المشرفة لينا دي، وإن شاء الله نقدم حاجة كويسة ونقدم محتوى كويس ونقدم حاجة للناس. إن إحنا كل اللي يهمنا وكل اللي إحنا بنفكر فيه أو إن إحنا مهتمين بيه هو الناس والشارع. لما بنعرض فكرة أو بنعرض مشكلة حصلت معانا أو موقف حصل معانا شخصي، بنحب نعرضه وبنحب إن إحنا نتناقش فيه علشان نحله، ونبقى في رأي بيننا وبين بعض، في نقاش بيننا وبين بعض. لازم نغير السلبيات اللي عندنا، لازم نغير الحاجات اللي ما ينفعش ان هي تحصل في الشارع، سواء عند البياع، سواء عند اي حد، ايا كان بتاع منتجات. اي حاجه سلبيه احنا شايفين ان هي ما تنفعش لازم نغيرها ولازم نحط ليها حد. وان شاء الله باذن الله ده اللي احنا نعمله الايام اللي جايه بامر الله. وانتظرونا ان شاء الله في لايفات وفي حاجات جديده، وخليكم معانا وعلى تواصل معانا. اولا مساء الخير. ثانيا بشكر استاذ مجدي على التقديمه الجميله دي، وطبعا ان شاء الله هنوصل بدعمه لينا. احنا مجموعه سيدات عاملين جروب خاص بمنطقه الشرابيه. بنحاول كلنا نبقى ايد واحده في كل حاجه، بنساعد بعض في كل حاجه. وطبعا احنا برضو نفس المجموعة في جمعية هنبني بكرة، رئيسها المستشار محمد الهواري. اللي انا حابة اتكلم فيه النهاردة ان الاستاذة ياسمين اتكلمت امبارح في اللايف عن جشع التجار. احنا بننزل كسيدات السوق نشتري او نجيب او نبيع او الكلام ده كله. احنا بنتكلم في ان التاجر بياخد الحاجه ممكن تبقى البلد حطاها بسعر موحد او سعر رخيص جدا، او رخيص بلاش رخيص جدا، غير ما بيتعرض في السوق او غير ما بيتعرض في المكان اللي بيتباع فيه. في ناس ظروفها طبعا على قدها جدا، او في ظروف البلد اللي احنا فيها دي، ودي حاجه عالميه مش حاجه خاصه بمصر بس. ان ليه التاجر يستغل فرصه حاجه زي كده ويحط الطقطقين على الحاجه. نقطه جميله جدا. انا اسف جدا ان انا بقاطعك. نقطه جميله جدا ولازم ننبه ليها الناس كلها، ان على فكره يا جماعه الدوله الاسعار، الدوله بتحط اسعار معينه. ايوه. زياده الاسعار دي مش من الدوله ولا من الحكومه ولا الكلام ده كله. أيوة. زياده الاسعار بتبقى من انت عامله لايف امبارح كان جميل جدا، وكان المفروض ان هو يبقى مجرد يعني حاجه توعيه للناس كلها، ان هم ياخدوا على قد احتياجاتهم. ما انا لما بروح اقول للتاجر هات بال10 كيلو وال15 كيلو وال20 كيلو مش عارف ايه وبتاع،
ما هو كده بيحس ان في مجاعه حاصله في البلد، فبيبتدي ان هو يغلي. احنا جينا في العيد كنا بنشتري طلبات البيت والحاجه، فالست واقفه بتاخد 10 كيلو رز وتوابل وحاجات كتير كميات، فهو في ثواني على سعر الرز. ايوه طبعا، وعلى سعر الحاجه. هو طالما كده فماما بتقول له طب ليه عليت الحاجه؟ راح قال لها طب وليه ما عليش الحاجه؟ ما في واحده 2 3 بيشتروا الحاجه غاليه فانا هكسب. طب ما انت الحاجه عندك جوه، انت ما اشتريتش حاجه ما اشتريتش حاجه، ده انت الحاجه اوريدي عندك انت جايبها. ما رحتش جبت مثلا من السوق الجمله ولقيتها غاليه فجيت تغليها على الناس. لا لو انا ما كسبتش الفرصه دي وانا كسبت يعني عليت مكسبي، انا هكسبها امتى؟ يعني احنا اللي بنخليهم ان هم المشكله مش في الدوله ولا الحكومه ولا زي الناس كلها ما بتتكلم. لذلك كان في رمضان اسعار المكان اللي بيجيبوا منه الخضار اللي هو سوق الخضار اللي هو المكان الرئيسي اللي بيجي سوق العبور، سوق الجمله، سوق العبور. انا رحت والفلفل كان في سوق في رمضان بحاجه و20 جنيه، هناك قسما بالله يا عم مجدي عايزه اقول لك ب10 جنيه. ايوه بص الطقم محطوط 2، والاسعار كانت في سوق العبور رخيصه جدا، يعني مش رخيصه بس حلوه بالنسبه لنا في متناول. أيوة. في متناول ايدي الجميع. يعني المشكله يا استاذه ايمي ان احنا ما بناخدش احتياجاتنا. انا بروح دلوقتي بشتري، انا عايزه الخيار ده في البيت روحه في الثلاجه مش كتير بيبوظ بسرعه، فانا هجيب احتياجي، انا عايزه ربع كيلو، فيجي يقول لك ربع كيلو، طب ما تاخدي ب5 جنيه، فانت واقفه هتتحرجي، انا هقف عشان خاطر 2 جنيه. دي التجربه اللي انت اتكلمتي عنها. فعلا حاجه كانت. وفي ان هو رافضين دلوقتي يا استاذ مجدي رفضا تاما ان انا ابيع ربع كيلو ونص كيلو. هو رفض، يعني هو لغى المكيالين دول. طيب سيبيكي من، انا اسفه استاذ مجدي، سيبيكي منك انت ممكن خلاص تتغاضي وتشتري في ناس اكثر احتياجا، في ناس بالربع كيلو ده بالنسبه لها يعني هتحطه في البيت، هو بالنسبه لها كافي او ما تعرفش تشتري اكتر من كده. انا واقفه بجيب الحاجه والست جنبي، ده الموقف اللي ضايقني، وانا وقفت اتخانقت ان هي بتقول له انا عايزه ربع كيلو ملوخيه. ربع كيلو ملوخيه انت؟ وهزقها شتمها، مسح بيها الارض زي ما بيقولوا. انا سبته عمل كل اللي عمله، الست ما كانتش بتعمل اي حاجه غير ان هي عامله وشها أيوة. مكسوفه. لحد ما انا خلصت اللي انا بعمله وسبت حاجتي، انا اتخانقت معاها وهي واقفه حاطه وشها في الارض. طب انت واقفه تحطي وشك في الارض ليه؟ انا امكانياتي انا عايزه ربع كيلو، لان في ناس دي ما فيهاش فرق غني او فقير. لا طبعا احنا بره مغلفين الحاجات، اخد مزايه واحده على قد ما هو ده اللي بيحصل فعلا برضه. انا عايزه طماطمايه واحده، انا عايزه ده، انا باخد على قد احتياجاتي. احنا اللي بندي التجار ان هم فرصه ان هم يستغلونا. وبعدين يا جماعه احنا في وقت حاليا المفروض ان احنا كشعب نتكاتف كلنا. يعني المفروض ان احنا كشعب نتكاتف كلنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، والازمه الاقتصاديه اللي حاصله في العالم كله بسبب حرب روسيا واوكرانيا. المفروض ان احنا نتكاتف مع الدوله. ليه؟ يعني بمعنى ان انا اخد احتياجاتي. بره زي ما انتم شايفين كده وصل الامر ان فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا والدول دي ابتدت ان هم دلوقتي يعملوا ايه يا استاذه ايمي؟ ابتدوا ان هم دلوقتي يقول لك انت نازل تاخد من السوبر ماركت، بتاخد احتياجاتك بس، ما بتاخدش اكل. وبعدين ده في حاجه كويسه جدا، احنا عندنا الحمد لله ان احنا كل حاجه عندنا متوفره. ممكن نقول ان في غلاء حاصل، مش هنقول لا، مش هننكر الكلام ده بسبب الازمه الاقتصاديه اللي حصلت في الدنيا كلها. مش علينا لوحدنا، لا، في العالم كله في ازمه اقتصاديه، في غلاء حاصل، بس عندهم هم في حاجات مش موجوده. صح. يعني دلوقتي، يعني لسه امبارح انا شايفها في جريده المانيه ان الزيت مش في امريكا، الزيت مش متوفر في امريكا، مش موجود. طب لا، ده احنا عندنا متوفر، غالي بس متوفر. لا، عندهم غالي ومش متوفر، وسلع تانية كتير قوي بنفس القصه كده. فلازم يا جماعه نقف جنب دولتنا، لازم نقف جنب بلدنا. المشكله يا مجدي ان احنا ما عندناش ثقافه الوعي. ايوه، هي ثقافه ان احنا بناخد احتياجاتي. انا عايزه احتياج ايا كان واتيفر اللي انا بشتريه او اللي انا باخده المنتجات. ما عنديش ثقافه ان انا اشتري اللي على قدي. لا بيخلي انا ما بيفرقش معايا. انا مش عارف بكره ايه اللي هيحصل. ما مش فارق معايا بقى استاذ مجدي هياخد عشان بيته ياكل ولا لا.
استاذه ايمي هتاخد المهم عشان انا بيتها. المهم انا آه. بيتي، المهم ان انا في رمضان انا اعرف ناس يا استاذ مجدي بيعملوا جمعيات ايوه علشان خزين دي وتموين حقيقة. رمضان دي حقيقه عشان انا اجيب. ايوه طب ما انت خدتي كل حاجه، انا هقف انا هاخد ايه؟ انت بتنزلوا السوق، نزلنا لقينا السوق ما فيهوش اي حاجه. طب ما انتوا اخدتوا كل حاجه، احنا هناخد ايه؟ هي ده الكلام الوعي. احنا محتاجين الوعي يا ثقافه، جماعة. محتاجين ان احنا نغير نفسنا، محتاجين ان احنا نسمع توعيات، محتاجين ان احنا لما نيجي ننزل نشتري احنا بنشتري بفلوسنا. لما نبقى واقفين نشتري ما نتكسفش ان احنا ناخد ربع كيلو، ما نتكسفش ان احنا ناخد نص كيلو. انا واقفه بشتري بفلوسي، انا دي مش شرط مقدرتي كذا، انا غنيه انا فقيره، انا مش بنتكلم في المبدا ده. المبدا نفسه اللي هو من جوايا، انا باخد احتياجاتي عشان انا مرميهاش. انا واحده من الناس انا كنت بتكسف ان انا اشتري ربع كيلو واشتري أيوة نص أيوة. كيلو واشتري الكلام ده كله. لما يجي يقول لي مثلا يعني ايه 5 جنيه انا بتحرج. على فكره حصل معايا موقف خلاني لا، انا من حقي ان انا اخد، كملت. من حقي ان انا اخد ربع كيلو، من حقي ان انا اخد نص كيلو. لا انا عايزه كده. فاحنا محتاجين ثقافه ان احنا نتثقف ان احنا ناخد احتياجاتنا فقط. على فكره يا استاذه ياسمين كلامك محترم جدا. ازيد على كلام الاستاذه ياسمين ان على فكره ده بيبقى من رب البيت نفسه. يعني مثلا رب الاسره لو رب الاسره جت عنده المدام مثلا قالت له انا عايزه انزل اجيب خزين عشان كذا، لو هو قال لها لا وصمم على موقفه وقال لها لا هاتي احتياجاتنا بس، تمام. هنبقى كلنا كويسين وكل واحد هياخد احتياجاته بس. انما مع الاسف رب الاسره بيبص يلاقي عنده في البيت بيقول والله احنا عايزين نجيب خزين، عايزين نعمل كذا عشان ما نعرفش بكره في ايه، عشان هو بيهودهم يقول طب خلاص اعملوا كذا. فبينزلوا بيديهم، بينزلوا بيجيبوا، بياخدوا حقهم وحق غيرهم. على فكره يعني ده هم كده بياخدوا حقهم وحق غيرهم. معلش مش عايزين نظلم برضو رب الاسره، في سيدات انا بقول يعني في سيدات بتبقى، انا اسفه في الكلمه، عندها حته الجشاعه دي. يعني برضو لازم نخلي بالنا من دور الزوج، ان برضو في ظل اللي احنا فيه في ضغط عليه، فاحنا لازم يبقى في حته رحمه، ان انت برضو لما تيجي تشتري يبقى في موازنه في الحاجه اللي انت بتشتريها، وحطي مثلا ان انا هشتري للبيت للخضار اللي مش عارفه ايه، في مدارس، في دروس، في نور، في كهرباء، في غاز، في التزامات كتيره جدا جدا جدا. فانا بقول ممكن يكون لو زوج قادر فبيريح دماغه بقى عشان اللي بيحصل. احنا معانا الاستاذ محمد عليوه تقريبا، مش كده؟ الاستاذ محمد عليوه ده يعني على فكره من الناس اللي هم طبعا انتم ما تعرفوش. لا، الاستاذ محمد عليوه ده من الناس اللي هم السياسيين المخضرمين. وعلى فكره احنا ما بنتكلمش على احزاب ولا كلام من ده، احنا دلوقتي في جريده الهرم المصري نيوز. الاستاذ محمد عليوه من الناس اللي هم السياسيين المخضرمين جدا جدا جدا، والسياسيين المحترمين جدا 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 جدا، اللي كلامه بصراحه في اي موضوع بيتقال بيتكلم في الواقع. بأمر الله برضه تعرفوا عليه قريب ويكون لنا لقاء معاه قريب ان شاء الله. الاستاذ محمد عليوه ده من الناس المحترمه جدا. نرجع لموضوعنا يا جماعه. الوعي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، الوعي. وبعدين مش عيب زي الاستاذه ياسمين كده ما قالت ان انا انزل اجيب نص كيلو حاجه او ربع كيلو حاجه حسب احتياجاتي. وبعدين خصوصا احنا في المناطق الشعبيه عندنا، في المناطق الاكثر احتياجا بمعنى صح، مش عيب يعني يا ريت انا بناشد التجار، بناشد تجار الجمله، بناشد تجار القطاعي. اما تجيلك واحده وتطلب منك حاجه ربع كيلو او نص كيلو، مش عيب ان انت تقول لها خدي. انا على فكره يا جماعه في موضوع حصل يمكن شفتوه، انا معدي الاقي مخبز كاتب خبز مجانا. انا انبسطت جدا، انبسطت ان انا لقيت حاجه زي كده موجوده. حلو قوي ده. حاجه جميله جدا. ولو كل تاجر عمل مبادره ليوم واحد، ايوه هو في ناس متعففه مش قادره ان هي تشتري، في ناس معهاش ومش قادره تنزل تقول انا عايزه. تمام. لو كل واحد عمل مبادره ان هو ليوم واحد بس او لساعتين بس، ان انت توزع عيش مجانا او تخليه قبل الناس، ان انت مثلا كعطاره ان انت عامل كميات مثلا دي خارجه لله،
أيوة. احنا هنحد من حاجات كتير على قوي فكره يا استاذه ياسمين في ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده، وفي ناس كمان مش في بالنسبه للعطاره او يعني بقالة منتجات البقاله والكلام ده كله. لا، ده في ناس كمان جزارين بيعملوا الموضوع ده، في ناس في سوبر ماركت بتعمل الكلام ده كله، في ناس في صيدليات بتعمل الكلام ده، في ناس في مجالات كتير قوي بيعملوا الموضوع ده. بيعملوا ان هم بيخلوا في يوم عندهم او في ساعتين او بيحددوا وقت معين كده، النهارده والله احنا عاملينه لوجه الله او للناس اللي هم الاكثر احتياجا. طب ليه كلنا ما نعملش حاجه زي كده؟ ليه كلنا ما نساهمش في موضوع زي ده؟ انا في حاجه كده بعملها انا والادمين بتاع الجروب بتاعي واستاذه ياسمين، معايا استاذه مروه جمال، معايا فرح، معايا كذا ادمن من خلال جروب خاص بسيدات الشرابيه. بدأنا من كام شهر كده، احنا مجموعة سيدات بنجمع من بعض، كل واحدة بتدفع مبلغ على حسب مقدرتها ايا كان المبلغ، وبنعمل كل شهر يا استاذ مجدي شنط زي شنط رمضان. حاجة جميلة جدا. الشنطة دي بتبقى عبارة عن نوع من اللحوم، يعني فراخ، بحط نوع خضار، بحط بصل، بطاطس، طماطم، خيار، نوع خضار، ملوخيه او ايا كان، بحيث ان انا ادخل بيت حد محتاج وجبه. ايوه وجبه مبادره يعني جميله جدا. وليه يعني كل السيدات ما يعملوش كده؟ او السيدات المقتدرات ما يعملوش كده بالظبط. لا، في وحتى لو مش مقتدرات، انا اسف ان انا بقاطعك، لا اتفضل. حتى لو مش مقتدرات، انت بتقولي اهو انت عاملين يعني في الجروب عندكم بتجمعوا من بعض كسيدات. ايوه وبتعملوا الموضوع ده. ايوه بالظبط كده. احنا يعني مثلا انا في الشهر مثلا لو انا هطلع مثلا 50 جنيه او 30 جنيه او ايا كانت على فكره المبادره دي كان قايلها الاستاذ محمد عليوه قبل كده في قعده احنا كنا قاعدين انا بفكره بالموضوع ده. كان قايل الكلام ده ان هو يعني يا ريت نعمل كذا، بس هو كان عايز يعملها على مستوانا احنا يعني كرجاله مثلا. تمام. هنقوم هتبقى اكبر من كده كمحلات كسوبر ماركت كذا 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 كذا. نقوم مجمعين وعاملين الموضوع ده. كانت مبادره جميله جدا من الاستاذ محمد عليوه، كان اقترحها علينا واحنا قاعدين. كان معانا الاستاذ جمال يوسف كان قاعد معانا في نفس الحوار ده. في حاجات، في افكار كويسه جدا يا جماعه، ليه ما نتبناهاش؟ وفي انا اسفه طبعا لقطع كلام حضرتك، في كمان الناس يعني مثلا عندي حد محتاج علاج. تمام. بيكلمني مثلا انا معلش محتاج، طبعا بتاكد، يعني لازم اتاكد من الحاله، هل هي فعلا تعبانه ومحتاجه علاج، وبعمل تحرياتي وبعمل البحث الكامل. تمام. فانا بعرض الروجيتا في الجروب، وكل السيدات الجروب عارفيني، وبيبقى فيه طبعا ثقه. وبنجيب من خلال المبادرة دي بنجيب علاج للمحتاج. عندنا من خلال الجروب أنبوبة حلو جدا جدا. عندنا أستاذة ولاء، دي سيادة النائبة ولاء المكاوي، كانت مرشحة عن دايرة زايد كرداسة، قصدي كرداسة، آسف. أخت غالية ومحترمة وأخت وابنة وصديقة صاحبة أهلا وسهلا بيك يا مكاوي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وشرفتينا ونورتينا في اللايف بتاعنا. نكمل عندنا من خلال الجروب أنا جايبة أنبوبة أكسجين، جهاز قياس ضغط الدم، جهاز أكسجين للأطفال. طبعا احنا حبينا ان احنا في ناس كمان في رمضان كانوا هوانم من الدندشه كانوا عاملين معانا افطار. ناس بتبرعنا بافطار كل يوم. بصراحه لازم نتكلم ونقول الحاجات الجميله دي عشان نكبرها ونزودها. ومش ستات، هم كانوا جيش بصراحه في ظهرنا. ولما جينا عملنا المبادره برضو بتاعت لبس العيد برضو غير المقتدرين، طبعا كان معانا في الموضوع ده. الاستاذ مجدي كان معانا برضو، لقينا جيش في ظهرنا بصراحه. كانت حاجه جميله جدا. واتبرعوا ملابس ومش ملابس مستعمله، في حاجات مش ملابس حاجه، ملابس كانت جديده بالتيكت بتاعها بصراحه، وفرحوا اسر كتير جدا جدا. وكلنا كنا مبسوطين جدا على فكره جدا بالموضوع ده. يا جماعه في حاجات كتير قوي في البلد على فكره. الموضوع ما بيقتصرش على احزاب، رغم ان برضه ما ننكرش دور الاحزاب ودور النواب والكلام ده كله. طبعا. لا بصراحه يعني من ايام ازمه السيول احنا مثلا كدايره مثلا الشرقيه والزاويه، احنا عندنا يمكن نواب الدايره عندنا من اول الناس على مستوى مصر بالكامل
اللي اتفاعلوا مع موضوع ازمه السيول في الشارع او في الشارع او في الشارع على طول. ايوه. وفي ازمه كورونا برضه كانوا متفاعلين. بالنسبه للاحزاب احنا مش عايزين نقول اسم حزب واسم حزب، لا تمام. بس دي حقيقه وما حدش يقدر ينكرها، ان حزب المستقبل الوطني بصراحه هو الحزب اللي ظاهر على الساحه، صح. هو الحزب اللي متواصل. يعني عندنا امين حزب بصراحه خدمي بصراحه بامانه وما بيأثر. يعني احنا عندنا امين حزب مجرد ما نقول له، وهو اصلا معروف ان هو راجل خير، الاستاذ علي سلامه. حاج علي سلامه. ايوه. بصراحة. معروف من قبل الحزب من ان هو ماشي في موضوع الخير ده، ويمكن ده سبب اختيارهم جدا، والناس كلها بصراحه نفس الشيء الاستاذ علاء المصري، على فكره نرحب برضه بالاستاذ علاء المصري معانا. الاستاذ علاء المصري امين عام حزب المستقبل الوطني الزاويه. الراجل ده على فكره اسالوني انا بقى عنه، يعني انا اللي اتكلم. لو حبيت اتكلم عن الاستاذ علاء المصري ده انا هقول قصايد شعر. الاستاذ علاء المصري ده انا كنت ابص الاقي هنا نازل لي من قبل ما يبقى امين، يعني مش شرط حكايه ان هو امين عام قسم الزاويه مستقبل الوطن ولا كلام من ده، لا يا استاذ ياسمين، من قبلها انا كنت ابص الاقي العربيه واقفه لي هنا، النقل متحمله نازله لي هنا من علاء المصري. انا بكلمك بمجالة الله. لا عندنا ناس محترمين جدا، وخارج الاحزاب شباب خارج الاحزاب. انا هقول لك اهو نعمل مبادرات مع بعض. احنا يا فندم هقول لحضرتك على حاجه. شباب خارج الاحزاب انا اعرف، انا عندي هنا الاستاذ مصطفى عبد الحافظ، شاب صغير يعني 32 سنه، رجل اعمال. مصطفى عبد الحافظ برضه نفس القصه، العربيه كانت تقف هنا مش ليا، مش منزله ليا الوقت، لا للناس اللي محتاجه. كان بياخد عربيته وبيلف بيها فيها الشنط بره الدايره كمان يوزع على الناس. لا في شباب كتير، عبد الستار، هاني، الاستاذ هاني موزه، مصطفى حمزه. لا في ناس، في شباب صغيرين على فكره اللي انا بص. هو الخير كتير فعلا، بس عايز اللي يظهر، عايز ايد تتكاتف مع بعض. ليه؟ هقول لك على حاجه. يمكن في مثل قريب ليكي خالص يا استاذه ايمي، الاستاذ خالد الباشا. شفت الزحام اللي كان عنده في رمضان؟ على طول. وعلى فكره الاستاذ خالد الباشا كان بيطلع، ما كانش بيقول حزب، كان بيقول لا انا بعمل الحاجه دي لوجه الله. ما كانش بيذكر فيها اسم الحزب، وما ذكرش فيها اسم الحزب، وبعت لكل زاويه وشرابيه وبره الدايره وكده. في شباب كتير قوي بتعمل الموضوع ده وبتتفاعل مع الموضوع ده. فليه احنا ما نعملش الاستاذ محمد علي يعني المبادره دي هو قالها، ويمكن انتوا طبقتوها ومن قبل ما تعرفوا ان هو قالها، لا انتوا مطبقينها. فليه احنا ما نتكاتفش كلنا ونعمل الموضوع ده؟ انا عايزه من خلال طبعا الحلقه دي استغلها واستغل الناس واقول لكم يا ريت تدعمونا في المبادره دي، ويا ريت تشاركوا معانا. كل مش قادر يشارك بفلوس، كفايه دعمك لينا. دعمك لينا. الكومنت اللي انت بتكتبه ده دعم لينا احنا، تشجيعك لينا ان احنا بتدينا بوزيتيف ان احنا نكمل ونروح ونجري. طبعا من خلال المبادره دي احنا حبينا نوسع دايره المبادره ونوثق المبادره اللي احنا عاملينها، وانضمينا لجمعيه هنبني بكره مستشار محمد الأول. طبعا. فالجمعيه كانت اتاحت لنا، بنشكره برضو من خلال الحلقه ان هو الاستاذ هشام العمده. لا طبعا على دماغنا على دماغنا. فانا بقول طبعا يعني ادانا فرصتنا. احنا كنا بنشتغل بس يعني الى حد ما مقيدين، ادانا فرصتنا وفتح لنا الطريق وقال اشتغلوا. فطبعا وبرضو انا مش عايزه انسى دور استاذ مجدي، غول الصحافه والاعلام ودعم لينا وسند لينا، وبعيد عن كل ده اولادي واخواتي، يعني بعيد عن كل ده هو فعلا من زمان. انا بقالي سنين، يعني اكتر من 8 سنين، هو الاخ الكبير ليا فوق دماغي. نرجع تاني لموضوعنا عشان ما نخرجش الناس من الحلقه بتاعتنا. يا جماعه زي ما بنقول كده، في ناس اكثر احتياجا. الناس الاكثر الاحتياجا دول هم دول اللي احنا بنناشد التجار ان هم يقفوا معاهم.